حاسه ان انت ما عندكيش طاقه لاي حاجه في الدنيا وشغفك صفر، وحاسه ان انت كنت زمان حد منور كده وفراشه، وكانت عينيكي بتلمع من شغفك وحبك للحياه، ودلوقتي حرفيا انت مش قادره تتكلمي مع حد، سواء تقولي له اه او لا رايك، علشان مش قادره تجادلي معاه. انت اه تمام لا تمام، فانت تمام في اي حاجه عشان بس مش قادره تجادلي. اتفرجي على الفيديو للاخر. النهارده هنتكلم على ازاي ترجعي طاقتك وشغفك للحياه في خلال شهر واحد بس. 30 يوم لو مشيتي على الحاجات اللي انا قلت لك عليها النهارده هترجعي شغفك وطاقتك وهتبقي فله شمعه منوره. اول حاجه لازم تعمليها عشان ترجعي شغفك وطاقتك للحياه تاني هو ان انت تسيبيهم في حالهم، تبعدي عنهم. الناس اللي انت طول الوقت عماله تتكلمي معاهم وعماله تقولي لهم ان انت قد ايه بتحبيهم، وان انت حياتك قد ايه صعبه من غيرهم، وان انت قد ايه حياتك سودة من غير وجودهم في الوجود، دول طول ما هم مش بيدوكي نفس الاهتمام، مش بيدوكي نفس الحب، مش بيدوكي نفس الكلام، وانت عماله تنحري في قلبك وعماله تجيبي وتودي، وهم حرفيا صحراء مفيش اي حاجه هم بيعملوها عشانك، دول تبعدي عنهم. وهيعملوا حاجه من الاتنين: يا اما هم هيبداوا يتحركوا علشان يثبتوا لك هم فعلا بيحبوكي او لا، وهيحسوا ان انت وجودك زي عدمه، فهتبقي انت عرفتي ان انت كان وجودك زي عدمه، فيبقى عندك دم وهتبعدي عنهم. الشخص اللي انت طول الوقت عماله تقولي له انت لازم تنجح، انت لازم تبقى افضل، انت لازم تبقى احسن، وهو ما بيسعاش 1% في حياته ان هو لازم يبقى افضل ولازم يبقى احسن لحياته، ده عمره ما هيسعى ان هو يكون احسن ليكي، عمره ما هيسعى ان هو يكون افضل ليكي، عمره ما هيسعى اصلا في حياته. فده تاخدي طاقتك وشغفك وحياتك وتبعدي عنه، عشان ده عمره ما هيتحسن. تاني حاجة ودي مهمة جدا ان انت تبطلي تبقي جدعة. بطلي الست الجدعه بقى، كموس الست الجدعه دي راحت، الست الجدعه جت، ده تقفليه بقى من حياتك خلاص. صاحبتك او صاحبك او خطيبك او ايا كان، اللي طول الوقت هو عنده ظروف، طول الوقت هو حياته بايظه، طول الوقت هو ما عندوش طاقه ولا شغف، ولا عشان تعبان وضحيه ويعاني الدنيا كلها جايه عليه، وفي نظريه مؤامره الكون كله بتتعمل فيه، وطول الوقت انت بقى شايله معاه الهم وتقعدي تفكري معاه وصل اللي حصل وصل اللي جرى، طول الوقت بيكلمك وحش، طول الوقت طريقته وحشه واسلوبه وحش وحياته وحشه والدنيا بايظه معاه. ده تبطلي تبقي جدعه معاه، لان انت اتكلمتي مره واثنين وثلاثه ومية وهو ما بيحاولش حتى ان هو يبقى كويس. ده تبعدي عنه عشان تتعودي ان انت ما تحاسبيش على فاتوره مش بتاعتك. مشاريب ما شربتيهاش ما تحاسبيش عليها، انت مش ذنبك في الظروف اللي حصلت له، ومش ذنبك في الحياه الوحشه اللي هو مر بيها، مش ذنبك في ان صاحبتك عندها مشاكل في البيت او عندها مشاكل مع صحابها او عندها مشاكل في اي حته. انت بني ادمه وعندك ظروف وعندك حياه، هما مش عايشين في مشاكل وظروف وانت عايشه في دريم بارك. خلاص، كموس ست الجدع ده تقفليه من حياتك. تالت حاجه ان انت ترفعي ثقتك بنفسك. عمرك ما هيبقى عندك ثقه في نفسك وانت ماشيه موطيه وباصه في الارض ومكسوفه وصوتك واطي، واي حد بيقولك على اي حاجه تمام وحاضر عشان انت مكسوفه وبنت يا عيني كيوت وخجوله. افردي ظهرك كده وافردي نفسك وابقي ماشيه واثقه في نفسك. انا ماشيه يا ارض تهدي ما عليكي قدي، انا ماشيه 100% واثقه في نفسي في اي حاجه بعملها. داخله انترفيو واثقه في نفسي، بتكلم مع حد واثقه في نفسي، وصوتي مش هقولك صوتك عالي بس صوتك واضح، انا اللي بيتكلم سامعني، باصه في عينيه عشان ده بيدي ثقه في النفس. وما تبقيش كل الحاجات دي وانت فاضيه من جوه، هيبان ان انت مش واثقه في نفسك. حتى لو انت مبينه كل ده بس انت من جواكي فاضي، هيبان ان انت فستك ولا حاجه. ده هيتعمل ازاي؟ هامله نفسي ازاي ثقه ان انت كل الوعود وكل الحاجات اللي انت مأجلاها وعماله تسوفي فيها وعماله بكره بعده 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 بعده، ده يتعمل علشان انت مخك بيفهم انت ان انت بتأجلي كل حاجه. نفسك يبقى جسمك حلو، او نفسك يبقى جسمك فت، او نفسك يبقى عندك سيكس باكس، وانت عمرك ما اكلتي اكل صحي. بتقولي لنفسك كل يوم انا هروح الجيم بكره، بعده الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده، وما بتروحيش. فانت خلاص جسمك بقى تمام، انا هتقول كده ومش هتعمل، هتقول كده وتفضل تتفرج على ستوريز وانستجرام والناس، وعمرها ما هتبقى زيهم في يوم من الايام. خلاص هو مخك مستوعب وفاهم ده. بصي، لو انت قدامك شخص، الشخص ده طول الوقت بيقول لك انا هاجي اتقدم لك بكره، هاجي اتقدم لك اول الاسبوع، اول الشهر، اول السنه، اول العمر، اول الكوكب، وما بيجيش، انت خلاص لما يقول لك ان انا هاجي النهارده اتقدم لك، انت مش هتصدقي. خلاص انت مش هتتحركي من مكانك اصلا، اللي هو تمام انا عارفه ان انت هتتقدم طبعا. هو مش هيتقدم، عمره ما هيتقدم لك، عشان خلاص انت الثقه بينك وبينه باظت، مش هقول لك اتهزت، باظت. نفس الكلام بالظبط مع جسمك انت، او نفس الكلام بالظبط مع نفسك انت. طول ما انت عماله تقنعي نفسك او عماله تقولي لنفسك كلام وما بتعمليش بيه، خلاص مخك وعقلك بقى مستوعب او بقى فاهم ان انت بتقولي الكلام ومش هتعمليه.
فخلاص هو ما فيش ثقه اصلا بينك، فعمرك ما هيبقى عندك ثقه في نفسك طول ما انت ما عندكيش ثقه بينك وبين نفسك. رابع حاجه، غيري طريقه كلامك مع نفسك. ما ينفعش طول الوقت تفضلي تقولي لنفسك انا غبيه، انا ما كانش ينفع اتصرف كده، انا جسمي وحش، انا شكلي وحش، انا عندي حبوب في جسمي، انا جايبه اقل سكور في الجامعه، انا جايبه اقل حد في التارجت في الشغل، انا طول الوقت الناس بتشتكي مني، انا طول الوقت الناس انا مش عاجبها شغلي. هيفضل كل ده موجود طول ما انت بتفكري بنفس الطريقه. غيري ده. بدل ما انت عماله طول الوقت تقولي كده، ابداي قولي لنفسك انا جميله، انا عندي كل الحاجات اللي تخليني كويسه بس انا محتاجه اشتغل عليها اكتر، انا شكلي حلو، انا النهارده شكلي حلو، انا النهارده لبسي حلو، انا عندي مشاكل في بشرتي بس انا هحاول احلها، عادي كل الناس عندها مشاكل في بشرتها. انا متقبله نفسي زي ما انا بحب شخصيتي زي ما هي، عندي مشاكل في شخصيتي بس هحاول اشتغل عليها تبقى كويسه. اقنعي نفسك واشتغلي ان انت طول الوقت تتكلمي بالاسلوب ده، وان انت طول الوقت تتكلمي مع نفسك باسلوب كويس وتقنعي نفسك بكلام هو فعلا موجود فيكي بس انت مش شايفاه. عشان لما نفسك تقتنع بده هيبان عليك ان انت مقتنعه بده، هو مش كلام وخلاص. غيري طريقة تفكيرك وبدليها بالكلام السلبي والوحش ده بكلام إيجابي وكلام كويس علشان تبقي انتي أحسن. خمسة، طوري نفسك. طوري نفسك أرجوكي. دلوقتي بقى عندنا 100,000 مصدر نقدر نطور بيه نفسنا. عندنا جوجل، عندنا كتب، اقري، لازم تقري، لازم تتعودي تقري، لو مش من كتاب من جوجل، لو مش من جوجل اسمعي، دلوقتي في كتب، لو ما تسمعيش كتب اسمعي بودكاست. بس لازم تقري، لازم يبقى في كتب عدت عليكي كده في حياتك لازم. خدي كورسات اونلاين، خدي كورسات مجانا، اشتركي في اي منصة تعليمية، اسمعي حلقات بودكاست تعليمية، اسمعي كورسات في اي مجال في الدنيا، افتحي يوتيوب، اسألي شات جي بي تي ممكن ابدأ منين ولا اروح فين ولا اعمل ايه، ابدأ منين ولا اجي منين. في 100,000 حاجة. وخدي بالك ان الموضوع دلوقتي في مصر او دلوقتي عموما ما بقاش بشهادات خالص خالص. ياما ناس عندها 100,000 شهادة ولسه لحد دلوقتي بتقبض 5 6 آلاف جنيه لحد دلوقتي. ياما ناس عندها شهادات وعندها علم ونولج قد كده ولسه مش متقدرين، مش العيب فيهم بس هم لسه مش متقدرين. ليه؟ عشان ما عندهمش سكيلز، ما عندهمش مهارات حياتية، ما بيعرفوش يتعاملوا صح مع المواقف، ما بيعرفوش يتعاملوا صح مع المواقف، مش مقدرين نفسهم. ياما ناس جايبين 90 و100% في ثانوية عامة ودلوقتي هم يا دوب لاقيين وظيفة بالعافية. وياما ناس جايبين 50 60% في ثانوية عامة ودلوقتي أصحاب شركات تتمني تشتغلي فيها. طوري نفسك لان مفيش تطوير ومفيش مذاكره ومفيش سعي بيروح على الارض. فكري ان كل لما انت وسعتي معرفتك وكل لما انت وسعتي مخ وبقى تفكيرك احسن وبقى تفكيرك افضل هيبقى صعب حد يضحك عليكي. كل بقت لما تفكيرك بقى صغير وتفكيرك بقى محدود ومبقاش عندك خبرة في الحياة ولا خبرة في التعامل ولا خبرة في أي حاجة في الدنيا، هيبقى سهل جدا إنه يضحك عليكي وهيبقى سهل جدا إن أنت تتبهري بأي حاجة. أنا أي حاجة بهرتني لأن أنا ما شفتش الحاجة الاكبر او الحاجه الاجمد او الحاجه التوب. فانا اي حاجه بالنسبه لي واو دي تحفه، واو ده جميل، ايه ده دي شخصيته مش عارفه ايه، ممكن يكون اصلا هو ولا حاجه بس انتي انبهرتي لان هي دي خبرتك. انا بالنسبه لي اي حد فوق الخبره دي بحاجه بسيطه او اي حاجه فوق الخبره دي بحاجه بسيطه بالنسبه لي واو. لكن لو انا عندي الخبره دي وعندي اكتر منها مش هنبهر، بالنسبه لي عادي، هبقى قادره احدد ده كويس او ده مش كويس، دي حاجه انا استحقها او دي حاجه انا ما استحقهاش. ستة، خلي الناس المفيدة بس هي اللي موجودة في حياتك. الناس المفيدة بس. ما تبقيش البنت اللي في واحد بيحبها وبيموت فيها وبيتمنى لها الرضا ترضى وهي مصممة ترجع للإكس اللي مكفرها واللي معذبها واللي بيهزقها وبيشتمها وبيهينها، وهي مصممة عشان بس بتحبه، بس خلاص بتحبه. تعلمي يا حبيبتي اللي ما يحطكيش فوق دماغه بيترمي في الزباله. حتى لو قلبك معاه ارمي قلبك في الزباله معاه وقلبك ده هيرجع لك وهيفهم ان هو كان فعلا ده مكانه الزباله مش مكانه معاكي ابدا. اصل اكيد ربنا ما حطكيش في الدنيا او ما جابكيش الدنيا عشان طول الوقت تفضلي تعاني. اكيد ربنا ما عملش كده فيكي، انت اللي عامله كده في نفسك. خليكي متاكده وعندك يقين من جواكي ان بجد في حد احسن جاي، ان بجد ربنا شايل لي حاجه احسن. وانت بترمي الحاجه دي في الزباله خليكي عندك يقين ان في حاجه احسن ربنا هيبعتها لي عشان انا استاهل ده، عشان انا جوايا كويس ونيتي كويسه فانا استاهل حاجه احسن وانا متاكده ان الحاجه دي هتجيلك. افتكري نفسك لما كنت منوره وكنت بتلمعي وكنت قد ايه عندك شغف وطاقه للحياه وجه الشخص ده طفاها وبحجه ان هو بيحبك.
بحجة ان هو كده بيحافظ عليكي، بحجة ان هو ما يقدرش يعيش من غيرك، وهو كل يوم بيكسرك، وكل يوم مش عايزك احسن منه، وكل يوم بيخليكي متأكدة ان انت وحشة، وان انت فعلا محدش هيقبلك غيره، وان هو قد ايه يعني مستحملك. مهما كانت حياتك عامله ازاي، ومهما كنت عندك معاناه، ومهما كان ظروف بيتك وحشه، ومهما كنت معكيش فلوس، ومهما كنت فقيره، ومهما كنت، افتكري دايما ان المعاناه هي اللي بتخلي الواحد ينجح. مفيش حد مولود في بيئه مرفهه، او في حياه كويسه نسبيا، او مولود عنده عربيه، او مولود في جامعه بيدفع لها بالدور وعايز يبقى حياته احسن. مفيش حد. دايما اللي بيسعى ان حياته تبقى افضل هو الشخص اللي ما عندوش امكانيات، هو الشخص الفقير، هو الشخص اللي اتولد لقى ان الحياة يا دوب ناكل ونشرب، يا دوب لو نزلنا جبنا حاجات من السوبر ماركت كده تبقى حياتنا كويسة قوي. الشخص ده هو الشخص اللي بينجح، هو الشخص اللي ده طعم الفقر وده طعم المعاناة بجد واتمرمط، فهو ما عندوش اوبشن تاني غير ان هو ينجح. ابعدي عن الناس اللي بتسحبك لتحت ارجوكي. سابع حاجة، انت مش ضحية، انت مش الدنيا متأمرة عليكي، انت مش الكوكب كله حاطك في دماغه، الدنيا مش سايبه كل حاجه في العالم وماشيه وراك انت تاذيكي وتخلي حياتك قد ايه صعبه، وقد ايه يا عيني محبطه، وقد ايه عندك مشاكل الدنيا والاخره. مفيش حد يستحمل مشاكلك، مفيش حاجه اسمها كده. بطلي شكوى، وبطلي تشتكي، بطلي تفهمي دماغك ان انت يا عيني عندك مشاكل، وان انت مش في ايديكي حاجه، وان انت هترضي باللي موجود ده وخلاص الموضوع انتهى وحياتك تمام وخلاص، هو دي نهايه العالم وخلاص انا هفضل كده طول حياتي. بطلي تشتكي ودوري على حلول. البني ادم اللي بيشتكي كتير، اول حاجه الناس بتبعد عنه. تاني حاجه آه، آه، هو الشكوى ما بتخلص، لان مشاكل الحياه ما بتخلص. فلو فضلت كل ما تواجهني مشكله افضل اعيط وانهار واشتكي للي قدامي واللي حواليا واللي ورايا، اول حاجه مش هيبقى في حد اصلا بعد كده اشتكي له. تاني حاجه انا هفضل عايشه في دوامه الوهم بتاعه ان انا عندي مشاكل طول الحياه. عمرك ما حياتك ما هتبقى حلوه، عمرك ما هيجي حد يشيلك من المشاكل دي ويقول لك اه انا لقيتك هشيلك بقى من المشاكل دي وخلي حياتك احسن. بالعكس، اي حد هيقرب منك يلاقي ان انت طول الوقت بتشتكي وطول الوقت مكتئب وطول الوقت عندك مشاكل، هو هيجري هيهرب. لان هو مفيش حد في الدنيا عايز يبقى طول الوقت حياته صعبة. كلنا عايزين حد يهون علينا حياتنا. اخلقي لنفسك العالم اللي انت عايزة طول الوقت تصحي تعيشي فيه، مش اللي انت بتنامي عشان تهربي منه. تامن حاجة، ركزي على الحاجات اللي انت عايزة تعمليها بالظبط، وركزي على كلمة بالظبط دي. انا عايزة ابقى غنية. عايزة تبقي غنية معاكي كام؟ عايزة تبقي غنية في قد ايه؟ عايزة تبقي غنية ليه؟ هتعملي ايه وانت غنية؟ هتجيبي ايه؟ عايزة تجيبي بيت عامل ازاي لو بقيتي غنية؟ عربية لونها ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ عايزة تعيشي حياة عاملة ازاي؟ روتينك وانت غنية هيبقى عامل ازاي؟ تخيلي روتينك، تخيلي هتصحي تعملي ايه، هتشتغلي ايه، هتنامي تعملي ايه. ما هو مفيش حد بيتمنى اي حاجة وخلاص، لازم اتمنى حاجة بالظبط عشان ابقى متخيلها، عشان كل يوم اصحى اسعى للحاجة دي. اخلقي لنفسك في دماغك شكل حياة انت عايزة تعمليه او انت عايزة تبقي فيه، علشان تبدأي تشتغلي على الحلم او على الهدف ده علشان توصلي له. ما تبقيش ماشية ان انا عايزة ابقى حاجة معينة، او عايزة ابقى حاجة كبيرة في وسط حاجات كتير قوي. ركزي على هدف محدد انت عايزة تعمليه. تسعة، النية. لازم تصفي نيتك وانت بتعملي اي حاجة في الدنيا. لازم تصفي نيتك وانت بتدعي ربنا اي دعوة، ان انا عايزه ابقى كويسه، يا رب يا رب ساعدني ان انا ابقى احسن، يا رب ساعدني ان انا ابقى افضل. ما ينفعش تدعي دايما او يبقى نيتك دايما يا رب انا عايزه اتجوز الشخص الفلاني. يمكن الشخص الفلاني ده مش كويس، يمكن الشغل اللي انت بتتمنيه في الشركه الفلانيه دي مش هو ده الخير ليكي، مش هو ده اللي هيسعدك، مش هو ده اللي هيخليكي مبسوطه من جواكي. فادعي دايما ان ربنا يجيب لك، او ربنا يساعدك ان انت تلاقي الحاجه اللي انت هتكوني مرتاحه فيها، الشخص اللي هيسعدك وهيفهمك وهيحبك زي ما انت في حياتك، الشخص اللي هيخليكي مبسوطه طول الوقت، الشغل اللي هتلاقي فيه نفسك وهتلاقي فيه كاريرك وهتبقي عندك شغف وطاقه ليه طول الوقت. دايما نيتك يا رب قرب مني الخير وابعد عني الشر. يا رب يا رب يا رب دايما توصلي اللي انت عايزاه وتبقي مبسوطه في حياتك. وربنا يا رب يديكي على قد فعلا نيتك. وده اللي انا بقوله دايما، ان انتوا لازم تخلوا نيتكم صافيه ونيتكم خير في اي حاجه بتعملوها، في اي حاجه ناويين تدخلوها، في اي حاجه
قدامكم في الدنيا، لازم تخلوا نيتكم صافيه ليها عشان ربنا يديكم على قد النيه بتاعتكم دي. ويا رب ان شاء الله ترجعوا شغفكم وطاقتكم تاني في الحياه. ولو استمرتوا على ده اكتبوا لي في الكومنت وقولوا لي وصلتوا لحد فين، ولو محتاجين اي حاجه انا برد على طول عليكم. واكتبوا لي عايزين تعملوا ايه الفتره اللي جايه وعايزين نتكلم في ايه بالظبط، وانا هرد عليكم. بحبكم.